السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم كوكيز اللي كيجي رائع. وصفه ديال الكوكيز سهله وكتحضر بسرعه. فلمعرفه المقادير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، وإلا عجبكم محتوى القناه ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. وندوزو على بركه الله لتحضير الوصفه. غادي نحتاج اول حاجه 125 غرام ديال الزبده. هنا عندي الزبده حيوانيه. غادي نزيد هنايا نص كاس ديال السكر. انا استعملت سكر جوز الهند. هنا استعملت 50 غرام. من الاحسن تستعملوا كاس لاروب، واللي كيبغي المذاق ديالو بحال اللي كيتباع يكون حلو بزاف فتقدروا تستعملوا حتى الكاس ديال السكر. بالنسبه لهاد الكوكيز غادي يكون كله صحي بمكونات اللي طبيعيه باستثناء الحبيبات ديال الشوكولاط. زدت شويه ديال الملحه، وهنايا غادي نخلط الزبده مع السكر. غير كيتخلطوا عاد غادي نبدا نخلطهم بالطراب الكهربائي. غير هنا حاولت في الاول نخلطهم كيبدا كيطير السكر، من الاحسن حتى ندخلوه مع الزبده عاد نبداو نخلطوا. انا هنا استعملت الطراب الكهربائي، ماشي ضروري فممكن تخلطوا غير بيدكم بطريقه عاديه بحال بالطريقه ديال الغريبه. هنا غادي نخلط الزبده مع السكر مزيان حتى كيندمجوا، وغادي نزيد نص كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه لزيت الزيتون راه ما كيجيش نهائيا المذاق ديالو في الوصفه الا استعملتوا زيت اللي ما كيكونش المذاق ديالها مر. غادي نزيد نص كاس ديال الزيت، وغادي نخلط مزيان حتى يندمج مع العناصر الاخرى. صافي هنايا ملي تخلطوا مزيان غادي نبدا نزيد البيض. غادي نزيد 2 حبات ديال البيض، وزيدوا الفاني كذلك للتنسيم. انا هنايا ما عنديش الفاني ما استعملتهاش. وغادي نبقى نخلط حتى ينسجموا. هنايا ماشي ضروري اننا نخلطوا يعني مده اللي طويله، غير كينسجموا لينا المكونات كلها مزيان وكتندمج صافي راه كنحبسوا. هنايا راه كنهبط الجناب باش كيتخلط ليا كلشي مزيان، وكنخلط. بمجرد ما غادي ينسجموا كلشي المكونات فغادي نحبس. صافي هنايا غادي نزيد نكمل باقي المكونات. عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخل. غادي ناخذ معلقه صغيره عامره ديال بيكربونات الصوديوم، وغادي نفعلها في هذه المعلقه ديال الخل. هنا ضروري نفعلوا البيكربونات بماده اللي تكون حمضيه، خل او عصير الحامض او عصير الليمون. كنزيد هذا الخليط وغادي نبدا نزيد الدقيق. هنا بالنسبه للدقيق عندي دقيق ديال الفارينه اللي كيكون مغربل. غادي نضيف كميه قليله في الاول، وغادي ندخلها مزيان. هنا في هذه المرحله الاولى ضروري كندخلوا الدقيق مزيان مع الخليط حتى كينسجم. عاد كنزيد نكمل اضافه الدقيق تدريجيا. صافي هنا ملي خلطته غادي نزيد كميه اخرى من الدقيق. غادي نخليكم تشوفوا معايا الطريقه كيفاش نخلطوا الخليط والقوام اللي غادي نحصلوا عليه. فهنايا بالنسبه للدقيق انا عبرت 400 غرام ديال الدقيق، فاستعملتها بالضبط 400 غرام ديال الدقيق ديال الفرينه. بالنسبه للدقيق الفورس ممكن ياخذ كميه اكثر، لانه ما كيشربش بحال الدقيق ديال الفرينه. ممكن توصلوا حتى 450 غرام الا استعملتوا دقيق الفورس. لكن كيبقى الاهم هو القوام ديال العجينه كيف ما غادي تشوفوا معايا. فهاد العجينه ما خصهاش تكون شاده راسها، دائما تكون مرخوفه. بمجرد ما كتبدا العجينه ما كتبقاش تلصق لينا في البول، فراه كنعرفوا راه وصلت للقياس ديالها. كيف ما كتشوفوا هنايا العجينه تجمعت،
وغادي تشوفوا القوام كيفاش كيكون. العجينه كتكون رطبه ومرخوفه، ما نقصحوهاش نهائيا، كتكون مرخوفه ولكن ما كتكونش كتلصق في اليد كيف ما كتشوفوا بهذا القوام. صافي هنايا من بعد ما جمعتها غادي ندوز باش نزيد الحبيبات ديال الشكلاط. هنا غادي نضيف 50 غرام ديال حبيبات الشكلاط. غادي نحتاجو تقريبا 100 غرام في يعني الوصفه كلها. 50 غرام غادي نستعملوها في العجين و50 غرام غادي نزينوا بها في الاخير من بعد ما نشكلوا الكوكيز. هنايا غادي نزيد الحبيبات ديال الشكلاط. العجينه راه ما كنعجنوهاش نهائيا، فقط غادي ندخل الشكلاط، غادي ندخلو مزيان وغادي ندوز باش نشكل مباشره. غندوز نشكل الكوكيز كيف ما كتشوفوا هنايا. كناخذ كميه من العجينه، انا اختاريت ندير كوكيز اللي كبير، درت حبات اللي كبار. كنحاول نبسطو وكنهز شويه، كناخذ شويه ديال الحبيبات الشكلاط كنحطهم الفوق وكنبقى نثبتهم بهذا الشكل. كندفعهم بصبعي، كندخلهم شويه في العجين بهذا الشكل. كنحاول نقاد القريصات ديال الكوكيز وكنستفهم في اللاطه ديال الفران. فهنا الحجم ديال الكوكيز راه كيبقى حسب الاختيار. انا فضلت انني ندير حبات اللي كبار. بالنسبه للكميه كيف ما شفتوا معايا حبات كبار عطاني 26 حبه، فممكن الا درتو حبات متوسطين او شويه صغار يعطيكم اكثر من 30 حبه. صافي هنايا كنستمر بنفس الطريقه كما شفتوا معايا. هنايا الطريقه كيفاش كنزينهم من بعد ما كنحطهم في اللاطه. راه كنحاول نبسطهم، فالشكل ديالهم كيكون ماشي بحال الغريبه كيكون طالع من الوسط، كيكون بلا. كنحاول نقادهم وكنحطهم في اللاطه وكنحاول نبسطهم مزيان. هنا السمك ما يكونوش رقاقين بزاف وما يكونوش غلاظ بزاف، السمك يكون متوسط. ومن هنا من بعد ما ساليت غادي ندخلهم الفران اللي سخون. كنطيبهم على 150 درجه، يعني عافيه اللي مهيله. بالنسبه لي طيبتهم بالمروحه من الاعلى والاسفل على 150 درجه. مهم جدا اننا نخليوهم ياخذوا الوقت الكافي في الطياب باش كيجينا مقرمش، فخصو ياخذ الوقت ديالو في الطياب ويطيب حتى من الداخل كذلك. بالنسبه للفران ديال الغاز راه كطيبوهم من التحت، يعني الطياب ديال الغريبه حتى كيتحمروا على عافيه اللي تكون مهيله حتى كيتحمروا. من بعد كتهبطوهم لتحت كيتحمروا من الفوق وكتخرجوه. وهذا هو الشكل ديال الكوكيز من بعد ما خرجته من الفران. كيف ما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي رائع، وصفه اللي ناجحه. وكيف ما كتشوفوا معايا ملي كنطيبوا الكوكيز على المهل كيف ما كتشوفوا اللون اللي كياخذ. هنايا غادي نقسم معكم حبه باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. بالنسبه لهذا اللون ديال الكوكيز فراه لاننا استعملنا السكر ديال جوز هند اللون ديالو بني. بالنسبه اللي غادي يستعمل غير السكر العادي وبغى يحصل على هذا اللون اللي كيكون شويه بني ديال الكوكيز، فتقدروا تزيدوا شويه ديال بودره الكاكاو العجينه باش تعطيكم هذا اللون البني. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا شحال كيجي هشيش. نتمنى ان وصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش مشاركته مع الاهل والاصدقاء. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.